لو الفراخ بتطلع منك ناشفة الفيديو ده هيغير كل حاجة، والسر مش في الفراخ، السر في التتبيلة اللي هتخليها طرية وبتدوب. ويلا نبدأ بسم الله. في الخلاط هنحط بصلة متوسطة واتنين طماطم كبيرة، أنا كان عندي الطماطم صغيرة فحطيت 4 صغيرين، 3 فصوص توم مفرومين. وفي الخلاط برضو هنحط التوابل بتاعتنا، معلقة كبيرة فلفل أسود، معلقة صغيرة بابريكا، ومعلقة صغيرة بهارات فراخ. والسر اللي هيخلي الفراخ بتاعتنا طرية وجوسي كده هي الزبادي، هنحط علبة زبادي وحوالي ربع كوباية صغيرة زيت واتنين معلقة صغيرة ملح، وهنضرب الخليط بتاعنا ده في الخلاط ضربا مبرحا. وبعدين جبت الفرخة بتاعتي، أنا كنت مقطعاها أصلا على 4 وهبدأ أقسمها وأعمل فيها فتحات بالشكل ده، ما وصلش لآخر الجزء من الفرخة لأ، يعني أعمل فيها بس مجرد فتحة كده لنصها، بحيث إني أخلي الخلطة بتاعتنا وأنا بحطها تتغلغل في اللحم بتاع الفراخ، فهتشرب التتبيلة كويس جدا. هنزل بنص كمية التتبيلة على الفراخ نفسها، والنص التاني هسيبه دلوقتي. ومن أهم الخطوات بقى إن الفراخ تتقلب كويس جدا في الصوص، يعني تحاولي تدخليها في الفتحات دي وتتأكدي إنها يعني الفراخ اتشبعت بالخلطة بتاعتنا أو الصوص بتاعنا. وبعدين هنغطي الفراخ بتاعتنا كويس وندخلها التلاجة. وانا بفتح التلاجة افتكرت ان ما حطيتش اهم مكون تقريبا، وهو دبس الرمان. دبس الرمان بيفرق جدا جدا في طعم المشاوي بتاعتنا سواء فراخ او لحمة، فيعني ما كانش ينفع اعدي المكون ده، فرجعت تاني حطيته على الفراخ وحطيته كمان على التتبيلة اللي في الخلاط. بقية التتبيلة دي بقى هنعمل بيها إيه؟ هنحطها على خضار نقطعه ونحطه مع الفراخ بتاعتنا، وكده يبقى استفدنا إن احنا كمان عملنا صينية خضار مع الفراخ المشوية. فأنا جبت بطاطس 4 بطاطسات متوسطة وقطعتها كيوبس كده أو مكعبات، وهحط عليها نفس التتبيلة بتاعة المشاوي، بتديها طعم خطير جدا جدا. وهنا بقى كان معايا المساعدة بتاعتي، قالت لي لازم أقطع معاكي البطاطس، طالعة محبة جدا للمطبخ، يعني غريبة بصراحة. كمان كان عندي فلفل أحمر فقلت أقطعه برضو مع البطاطس، هيدي ريحة وطعم حلوين. نزلت عليهم بقى ببقية التتبيلة بتاعتي وخلطتهم كويس وبرضه سبتهم. انا الفراخ دخلتها التلاجة، خليها حوالي يعني اقل حاجة ساعة الى تاني يوم، يعني لو مثلا انت حبيتي تتبليها قبلها بيوم وسبتيها لتاني يوم لما ترجعي مثلا من الكلية او من الشغل او كده تدخليها الفرن، هتبقى رائعة جدا جدا، بس اقل وقت تسيبيها هي ساعة. هنا بقى كنت طلعتها من التلاجة وهبدأ أرصها في الصينية بتاعتي وهندخلها الفرن، وكده تبقى الأكلة بتاعتنا تقريبا خلاص خلصت. احنا من محب الصوص ده جدا، فأنا خففت الصوص اللي كان فاضل بالمية وحطيته على الفراخ بتاعتي. وعشان تضمني ان الفراخ بتاعتك تستوي ومن غير ما الصوص يتشرب وتنشف، لازم تغطيها بفويل. بمجرد ما تستوي هتشيلي الفويل وتحطيها على الشواية تاخد اللون الرائع ده، وبألف هنا وشفا. اوعي تنسي اللايك. باي باي.